الساعة دلوقتي 4، يعني فاضل أقل من ساعتين على أذان المغرب. أنا معنديش وقت أعمل فطار خالص، بس كنت عاملة حسابي اليوم زي ده. وكنت جايبة اللحمة دي، هي متقطعة شرائح زي بالظبط الشاورما المصري. تفتكروا ممكن نعمل بيها ايه في الساعتين؟ وفي أقل كمان من ساعتين. اقول لكم ان الاكله دي خطيره وسريعه جدا في نفس الوقت. هنحتاج مكعبين من الزبده او اي ماده دهنيه بتحبوا تستخدموها. بعد كده هننزل باللحمه، نسيبها براحتها خالص علشان تفك. وبعد ما تفك وتتشوح شويه هننزل ببصلايه متقطعه صغير. خلال الفتره دي احنا مش هنحط ملح ولا توابل ولا اي حاجه خالص عشان اللحمه تستوي كويس. بعد كده هننزل بمشروم. هنا انا استخدمت مشروم كان، بس ممكن تستخدموا فريش، بس بحس ان الكان بصراحه احلى شويه في الاكلات اللي زي دي. ولاني موسوسه السنه فحطيت ميه مغليه عشان اتاكد ان اللحمه 100% استوت. كده يكون بنسبه 90% الطبق بتاعنا خلص. يلا بقى نجهز الصوص. الريسيبي الأصلية فيها كوكينج كريم. أنا هعمل بديل الكوكينج كريم، هو مكعبين من الزبدة هننزل عليهم بمعلقتين هرميتين من الدقيق، وبعد كده هننزل عليهم بلبن. بالظبط نفس كأننا بنعمل بشاميل. هنعمل ميكس 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 كويس قوي لحد ما يبقاش فيه أي تكتلات. الحركة دي بقى بتودي الصوص في حتة تانية خالص، وهو ان احنا ننزل بمعلقتين كريمي تشيز على الصوص. استخدمت ملح وفلفل اسود بس كتوابل، تقدروا تحطوا التوابل اللي انتوا عايزينها. بعد كده هنرجع نعمل ميكس 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 كويس قوي. وبعد كده هننزل باللحمه اللي احنا اوريدي كنا مجهزينها قبل كده. هنسيبهم شويه حلوين على النار بعد كده عشان نحس ان كل حاجه امتزجت كويس وخدت فليفر حلو وقوي. ان كيس ان احنا حسينا الصوص تقل شويه ممكن نزوده بشويه لبن. قدمته مع رز ابيض، ممكن كمان تقدموهم مع مكرونه مسلوقه عادي جدا مش عليها غير ملح وفلفل اسود. وبكده طبق الإيمونسي بتاعنا يبقى خلص.